واللي كان ناوي يجي لا يجي، يفكر من الحين يشوف له دولة ثانية. وانا هذه اخر مرة اجي عليها سوريا، ولا راح احط ريولي لو يقولوا لي تعال يا ايمن احنا هيك وفرنا وحطينا وصار نظام، والله ما راح اجي نهائيا ولا راح افكر. جيت غلطة عمر وقضيت وقت ودفعت فلوس، لكن راحتي النفسية ما ارتحت فيها نهائيا. بس انا كنت صابرني لحاجة وانتهت، والحين رايح. السلام عليكم، ولا عاد ارجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السنابيون، طاب يمكم. والله عندي شغلة يلعنه والله الشعب السوري، ايده 24 ساعة بالهرن، هيك 24 ساعة. ما عارف كيف عايشين هذي. شباب، طبعا اللي كان حاب انه يتوجه الى سوريا بعد العيد سياحة، الخليجيين، هذه الرسالة للخليجيين، خليجيين والله اللي حاب يلعنه والله. زين، اللي حاب يتوجه الى سوريا نصحه نصيحة لوجه الله انه ما يجي سوريا ولا يفكر انه يجي سوريا نهائيا. قصلك يا عمي تذكرة، روح جورجيا، روح امريكا، روح لندن، روح شوف هذه الحياة معاهم. ما اعرف، ما عندهم ثقافة في سواقة ويش، ما اعرف. 24 ساعة اليد بالهرم. زين، لا تفكروا تجوا سوريا ابدا نهائيا، ما اريد حد يجي سوريا ابدا. الحياة صارت هنا لندن افضل، اسعار يعني تدفع فلوس ما ترتاح. كافيهات ما فيها منيو مسعر ابدا، في تاكل تشرب قال لك والله 2 مليون 3 مليون. حلاقة انا حلقت حلاقة اللحية والشعر وعملت شوية صبغ، حساب 1.5 مليون، يعني ما يقارب $100 وفوق. سيارات اجرة تدفع اسعار وتحصل سيارات موديل قديمة. فما انصحك، شيل فلوسك وتذكرتك على وين، اختار لك دولة ثانية، ولا تجي سوريا ابدا. غالية 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 بمعنى الكلمة، يعني ما في رقابة، ما في اي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا طبعا نزلت فيديو قبل شوي بخصوص ما حد يجي سوريا. اتوقع السوريين متابعين الحساب، متابعيني ما عجبهم، عن شيء طبيعي الواحد ما يعجبه عن بلده، ولكن احب ان نكون واضحين. انتم اصحاب البلد وانتم عارفين بلدكم. طبعا الحكومة جزاها الله الف خير ما مقصرة في اكمل وجه. يا اخي كل الدول العالم تساعد حكومتها علشان الدولة تنهض، الا هذه البلد. هذا البلد ما يبغوا يرتاحوا، نفسهم ما يريدوا يرتاحوا، كلهم ما متكاتفين على ايد واحدة علشان يبنوا دولة. الان هذه نعمة جات لكم وفي دينكم. هني يبين اذا كنتوا انتم بلدكم تكون في امان وتكون في راحه وتكون كل الخليجيين والسياحه تجي. لكن انا ناشد والله ما حد ينزل هذه البلد. انا صار لي 3 شهور هني، لكن والله ما انصح اي شخص يجي سوريا حاليا نهائيا، الا بعد ما تتعدل الامور ويصير الشعب نفس باقي الدول. كل الدول تكسب السايح، كل الدول يقدموا للسايح مميزات، الا هذه الدوله يا رجل تمشي خطوة خطوتين ينصبوا عليك في كل مكان. عندك الكافيهات عاملين منيو بدون اسعار، تجي نفس الاكل نفس اليوم تجي تاكل هذا الاكل قال لك والله السعر 1 مليون، تجي بكره تاكل نفس الاكل اللي ماكلنا امس قال لك والله 2 مليون. طيب ليش؟ امس انا ماكل نفس الاكل، نفس الارجيله، نفس الشراب، نفس كل شيء، اليوم سعر مختلف. ليش؟ قال لك والله ارتفع الدولار. طيب شو دخل الدولار بالاكل والشرب؟ قال لك والله الاكل عم يرتفع عم ينزل. يعني ينصبوك. يعني عندك غسيل الكواية قبل العيد انا غسلت وكويت وكل شيء كان 300، اليوم هي قال لي 1.5 مليون، نفس الملابس. يعني ينصبوا عليك وانت تضحك، يقول لك والله لا دير بالك على نفسك. كيف تدير بالك على نفسك؟ انت اليوم متعامل مع هذا الشخص نفس السعر، اليوم باكر خلاص انت معتمد نفس السعر، فجأة صدمك بسعر مختلف قال لك والله عيد. الشعب نفسه ما يريد يرتاح. المفروض الحين هذه نعمة بيدكم
المفروض الجميع يتكاتف. يا رجل سياره موديل 2007 2008 قيمتها بالايجار الشهري باليوم باليوم $20 والله $30. احنا وين عايشين يا اخي؟ اسعار هذه الاسعار بلندن ما موجوده. البيت اجار شقه ب10 مليون و15 مليون و20 مليون. احنا وين عايشين؟ شقه شهر ايجار يا اخي. لما نتكلم احنا بشيء واقعي، ما نتكلم او نزيف من عندنا. احنا اللي يجي يتكلم تعال انا براوي فواتير يا اخي. خلينا نكون واقعيين وكل واحد يسمعني الان. انتم موجودين، الواحد لما يروح يستاجر في لندن شقه مثلا كم السعر يكون؟ والله في اي دوله غير سوريا. ليش يعني الاسعار في سوريا كذا؟ شو فيها سوريا علشان يكون اسعارها كذا؟ شو فيها؟ في دول احسن من سوريا وافضل من سوريا سياحيا وجميله جدا ومناظر خلابه. شوفوا اسعارها وانتم تعرفون، انتم تتابعيني وعارفين ورحتوا وسافرتوا كل مكان. لكن سوريا يقول لك شقه والله موجوده في مزه، والله في شعلان، والله موجوده في المزرعه، والله موجوده. قال لك والله 20 مليون. تريد ما تريد كيفك. والله قال لك 27 مليون 80. اجار السيارات انتم ارواحكم تعرفون يعني $20 $25 يوميا انت بتستاجر لك رينج روفر برا سوريا. سوريا تتوقع ويش تحصل؟ تحصل هاي السيارة عمري ما ركبتها. انا عمري بحياتي ما ركبتها. موديل 2007 2005 والله تدفع لك $50 على مرسيدس 2011. شغلوا هذا ولا احد يجي سوريا ابدا نهائيا. استغلال تجار بمعنى الكلمه. ماكلين البلد اكل. ليش ما فيها رقابه؟ الله يعينكم والله صراحه، الله يعينكم. واللي كان ناوي يجي لا يفكر من الحين يشوف له دوله ثانيه. وانا هذه اخر مره اجي عليها سوريا، ولا راح احط ريولي لو يقولوا لي تعال يا ايمن احنا هيك وفرنا وحطينا وصار نظام. والله ما راح اجي نهائيا ولا راح افكر. جيت غلطه عمر وقضيت وقت ودفعت فلوس، لكن راحتي النفسيه ما ارتحت فيها نهائيا. بس انا كنت صابرني لحاجه وانتهت، والحين رايح. السلام عليكم. ولا عاد ارجع.